طوابير أمام البنك الأهلي وبنك مصر قبل إيقاف الشهادات الجديدة واجتماع البنك المركزي الأخير لعام 2024، وأيضا إصدار عوائد مرتفعة ويصرف العائد شهريا وسنويا. تعال نشوف التفاصيل الجديدة قبل إلغاء الشهادات الجديدة. بس قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت تدعمنا بلايك للفيديو وتشترك في القناة تفعل الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. ما تنساش شارك الفيديو على كل أصحابك على السوشيال ميديا لتعم الفائدة. بعد اللايك والاشتراك في القناة تعال بينا نشوف الفيديو الجديد. يوم الخميس القادم يوم 26/12 هيكون في اجتماع البنك المركزي الأخير عام 2024 اللي هيكون قراره هام جدا، لأن قرارات البنك المركزي لمدة 5 اجتماعات سابقة كانت هي تثبيت أسعار فايدة عند مستويات 27.4% 28.4% 27.75%. ولكن مع التغيرات الحادثة حاليا وهي من الفدرالي الأمريكي اللي بدأ تخفيض أسعار فايدة، وخفض في اجتماعه الأخير بمقدار 25 نقطة أساسي، وعلى أثره معظم البنوك المركزية مرتبطة بالدولار، وأيضا كثير من البنوك المركزية بدأ بتخفيض أسعار فايدة بمقدار من 25 نقطة أساسي و30 نقطة أساسي. وهنا هيكون الاجتماع القادم للبنك المركزي المصري اختلافات كثيرة ما بين المحللين، هل يتم الإبقاء أسعار فايدة أم يبدأ البنك المركزي بتخفيض أسعار فايدة، وهل يتم إلغاء الشهادات المرتفعة العائد اللي هي زي 27% وال23.5% السنوية سواء كان في البنك الأهلي أو بنك مصر، يعتبروا على عائد موجود سنوي في البنوك وبيتم دراسة إيقافهم منذ فترة طويلة. وهنا بدأ كثير من العملاء من التخوف من تخفيض أسعار الفايدة في الاجتماع القادم اللي هو هيكون يوم الخميس، وأيضا يمكن أن يتم إيقاف بعض الشهادات مرتفعة العائد زي 23.5% الشهرية و27% السنوية. وهنا بدأ كثير من العملاء اليوم بالتوافد على البنك الأهلي وبنك مصر للربط على أعلى عائد موجود في البنوك وهي الشهادات السنوية 27% و23.5%، خصوصا إن الشهادات دي هيكون بداية استحقاقها بداية من شهر يناير القادم. ولكن كثير من العملاء كانوا بيقولوا إن في شهادات أخرى 27% وفي عوائد 30%. بالفعل في موجود شهادات بالبنوك تم طرحها هي شهادات 27% ولمدة 3 سنوات، العائد فيها بيصرف شهريا. العائد هنا في بنك القاهرة، لكن العائد هنا متغير وليس ثابت، يعني في حالة تخفيض البنك المركزي أسعار فايدة هيتم تخفيضها على الشهادة. وأيضا حساب التوفير بالبنك العربي الأفريقي اللي هو السنوي 30%، أما العائد الشهري 24%، والربع سنوي 24.5%، والنصف سنوي 25%، أما السنوي 30%. هنا لك حرية اختيار بين العوائد مناسب لحضرتك اربط عليها. وكمان ما تنساش تشترك في القناة لأن هننزل فيديوهات هامة جدا الأيام القادمة، خصوصا مع اجتماع البنك المركزي. وفي حالة تخفيض أسعار الفايدة هيكون في اختلافات في أسعار الشهادات، كل الشهادات اللي هيتم طرحها هننزلها على القناة. فاشترك في القناة تفعل الجرس ولايك الفيديو وصلك منها اشعار من القناة، وشارك الفيديو على كل اصحابك على السوشيال ميديا لتوهم الفائدة.